اختراعات أول مرة تشوفها في حياتك وهتشوفها هنا في القناة وهتصدمك بمعنى الكلمة. هنا الراجل ده جايب غطيان أزايز بيبسي وهيعمل بيهم اختراع جامد. يا ترى هيعمل بيهم ايه؟ هو أولا بيلزق الغطيان ببعضها، بعد كده بيجيب أستك مطاطي وبيقطعه على مقاس معين، بعد كده بيلزق الأستك على حرف الغطا وبيعمل اتنين من الشكل ده. هيجيب موتور لعبة أطفال وبعد كده يحط الغطا على الموتور وهينزل عليهم بالشمع بحيث ان هم يكونوا جامدين وكده. يعني احنا مستنيين الشكل النهائي. شوفوا هيعمل ايه بعد كده. جايب عصاية ايس كريم قسمها نصين بشكل معين برضو، بعد كده بيجيب شاليمو وبيقطع منه مقاسات علشان يلزقها على الخشب، وبعد كده هيجيب الموتور وهيركبه في الشكل الهندسي ده. وطبعا الشكل الهندسي اللي هو عمله ده احنا ما شفناهوش قبل كده، وهيثبته في الشاليمو علشان ينهي الاختراع زي ما انتم شايفين. بعد كده جاب استك مطاط رفيع هيركبه في الموتور، واكيد طبعا هيثبته كويس علشان ما يقعش. وهنا بنلاقي الموتور بدأ يطلع وينزل لوحده، وجايب زرار فتح وقفل علشان يركبه علشان يكمل الاختراع، وهيثبته على جسم الموتور وهيلحمه في السلكين اللي هيشغلوه. وبعد كده جايب بطارية صغيرة علشان تدي الموتور الكهرباء اللي هو عايزها، وثبت البطارية على جسم الموتور ووصلها بالفيشة اللي هو عملها طبعا. وفي النهاية هنشوف الاختراع ده عبارة عن ايه. انا ما شفتش بصراحة الاختراع ده قبل كده، بس هو شكله كويس، والامانة انا ما اعرفش انت ممكن تستخدمه في ايه، بس هو اكيد مفيد للاطفال. فضل يتنطط كده قدامه، وبصراحة اختراع بيمشي لوحده وبيمشي ماشية غريبة جدا، عامل زي الضفدع اللي بيطلع من المية. وبكده يكون الاختراع انتهى. انا صراحة معرفش الاختراع ده ممكن يفيدك في ايه، بس هو مفيد، شكل حلو قدام الاطفال. ولو انت عندك اختراع ينفع نعرضه على القناة ابعت لي فورا علشان نعمل عليه فيديو. ولو وصلت لحد هنا اعمل اشتراك في القناة، واتمنى تعمل لايك وشير علشان تشوفني كتير. وسلام.